صباح الخير يا حلوين، أهلا بيكم في السنة الدراسية الجديدة. طبعا النهاردة في طالبة جديدة منضمة لينا اسمها سارة. عرفي عن نفسك الأول يا سارة. أنا اسمي سارة، عندي 10 سنين. اتفضلي يلا يا سارة، شوفي مقعد اقعدي فيه. لا، هي مش هتقعد هنا. ليه يا لينا؟ المقعد فاضي جنبك. هو كده، أنا مش عايزاها تقعد هنا. معلش تعالي انتي يا إسراء اقعدي قدام وبديلي مع سارة. حاضر يا مس. ده وقت الفسحة يا بنات، اطلعوا دلوقتي وإن شاء الله الحصة التانية هتبقى مستر أدهم عليكم. شفت البنت الجديدة اللي جات الفصل النهاردة؟ أيوة، ده مقرفة قوي. هو احنا كنا ناقصين؟ ما تقلقوش يا بنات، أنا هفضل وراها لحد ما اطفشها. ازاي يا لينا تعملي كده ازاي يعني؟ انتوا ناسيني من مامتي المديرة ولا ايه؟ لو سمحت ممكن اقعد جنبك؟ ايوه طبعا، اتفضلي. هو انتي زعلانة ليه؟ للأسف لحد ما جيت هنا مفيش حد عاملني كويس غيرك. بصي، علشان تعيشي كويس في المدرسة دي اتجنبي لينا. ليه يعني؟ هي مغرورة جدا علشان مامتها مديرة المدرسة. هي مامتها مغرورة زيها كده؟ والله احنا بنشوفش امها كتير، بس انا سمعت ناس بيقولوا عنها كويسة جدا. ما علينا، ايه رأيك نبقى صحاب؟ ايه ده بجد؟ انت اول صديق ليا في المدرسة دي. ان شاء الله نبقى اصحاب مقربين. انت لقيتي واحد منبوذ زيك؟ هو اصلا لسه في حد بيشيل لانش بوكس؟ انت اصلا جايه كافيتيريا. بنات، دي شكلها بيئه خالص. مش خير يا لينا، انت عايزه اي حد تتخانق معاه وخلاص. وانت مالك يا هيثم؟ هو انا اتكلمت معاك؟ انا بكلم البنت الجديده المنبوذه دي. ما اسمحلكيش تتكلمي معاها بالطريقه دي بقت صديقتي المقربه. صدق لايقين على بعض. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ انا جيت النهارده بنفسي خصيصا عشان اوصيكم على صديقتكم الجديده ساره. هي طالبه من اولى لينا من مدرسه تانية مجاوره، وعايزاكم تتعاملوا معاها بطريقه كويسه يا بنات، اوكي؟ حاضر يا حضره المديره. لينا انا مش عايزه اي شكوى تجيلي منك تاني بسبب تعاملك مع الطلاب. عاملي البنت كويس وخلي سمعتك تتحسن قدام زمايلك. حاضر يا ماما. ما اسميش ماما في المدرسه يا لينا. حاضر يا حضره المديره. شفتي لينا كانت بتتكلم ازاي مع مامتها؟ شكلها بتخاف منها. ايوه، وحتى مامتها حرجتها قدامنا كلنا وقالت لها ما تقوليش يا ماما. صحيح يا لينا ان مامتك حرجتك النهارده قدام الفصل كله؟ ما حصلش. مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ انتي بتهزري يا لينا، المدرسه كلها عرفت. انتوا بتصدقوا اي حاجه بتسمعوها في المدرسه دي؟ احنا بس اللي نطلع اشاعات، لو حد تاني قال حاجه تانية مش بنصدقه. خلاص انتي متعصبه كده ليه؟ ما كانش قصدي حاجه. النهارده حصل موقف في الفصل غريب جدا. ايه اللي حصل؟ احكيلي. مامة لينا دخلت لها وكسفتها قدام البنات. ما توقعتش بنت مغرورة زي لينا تكون بتخاف من مامتها. ايه ده؟ انتي راجعة البيت يا منبوذة؟ انتي عايزة ايه مني يا لينا؟ عايزاكي تمشي من المدرسة دي وتريحينا منك. المدرسة دي مش بتاعتك يا لينا، وانا مش جاية المدرسة دي بفلوسك انتي. امي مديرة المدرسة، انا اللي اقول مين يقعد ومين يمشي. بطلي تكبر شوية، امك نفسها مش زيك كده. انتي لو ما بطلتيش تضايقيني انا هقدم فيكي شكوى لإدارة المدرسة. انتي ما تقدريش تعملي كده، بقولك مامتي هي المديرة. وانتي ما شفتيش نفسك لما مامتك جيت النهاردة الفصل وكسفتك؟ انا هعرف ازاي اطفشك. بنت مغرورة. انتي بتعملي ايه يا حرامية؟ انتي بتقولي ايه؟ انا مش حرامية. امال بتفتحي اللوكر بتاعي ليه؟ ده اثبات بس انك حرامية. انا فكرت اللوكر بتاعي. احترمي نفسك يا لينا. انتي مين عشان تجرؤي تقولي لي كده؟ هوريكي يا مستفزة. ابعدي عني. خناقة يا بنات، خناقة. بقولك ابعدي عني. مش هبعد يا مستفزة. روحي نادي للمديره بسرعه، شكلها تقلب على خناقه كبيره. حضرة المديرة يا حضرة المديرة. في ايه يا حبيبتي؟ انتي مخضوضه كده ليه؟ لينا والطالبة الجديدة بيضربوا بعض قدام الفصل. بيضربوا بعض؟ انا جاي حالا. اقف انتي وهي مكانكم، انتوا بتعملوا ايه؟ ماما بتضربني وبتشتمني. والله العظيم هي ضربتني الأول. مين من الطلاب شاف الخناقه من الاول يقولي ايه اللي حصل بالظبط؟ أنا يا حضرة المديرة. مين اللي بدأ الاول يا ابني؟ لينا يا حضرة المديرة، هي اللي ضربتها الأول. انت كذاب، ما حصلش. لينا قدامي على المكتب بسرعه. الوقت انا عايزه افهم ايه اللي حصل بالظبط عشان تتخانقوا تضربوا بعض. والله يا حضرة المديرة أنا فتحت اللوكر بتاعها بالغلط وهي فكرتني بسرقه. بعد كده فجأة وأنا بقولها أنا مش حرامية قامت ضرباني. خلاص يا ساره يا حبيبتي، حقك عليا وانا هعرف ازاي اتصرف مع لينا. انت عارفه مدى الورطه اللي انت ممكن تعمليها لي بسبب تصرفاتك الطفوليه دي؟ انا رفدت اكتر من 20 ل 30 طالب السنه دي بسببك يا لينا، وانا مش مستعده اضحي بطلاب اكتر من كده عشانك. انت لو متعمده تخلي سمعه المدرسه في الحضيض مش هيبقى كده.
يا ماما انا مش قصدي ان انا هطفشهم من المدرسة. لينا انت بتضحكي عليا ولا بتضحكي على نفسك؟ كفايه الشله اللي انت ماشيه معاهم. انت هتتعاقبي يا لينا، وهتسافري تكملي دراستك بره، لانه حرفيا انا ما عدتش هضحي اكتر من كده عشانك، وانت مش مستحقيه التضحيه دي. انت بتقولي ايه يا ماما؟ لا طبعا مش عايزة اسافر بره. انا اللي هقرر يا لينا مش انتي، ولما اقول هتسافري يعني هتسافري، فاهمه ولا لا؟ في بقى طيب. طيارتك هتبقى الاسبوع الجاي يا لينا، وحرفيا انت ما عادش تقعدي في المدرسه دي اكتر من كده. احسن برضو، مش عايزة اقعد مع البنت دي. خدي بالك من نفسك يا لينا، وما تتورطيش في اي مشاكل تانية ارجوكي. حاضر يا ماما، وانا اسفة ان انا اتعصبت عليكي في المكتب. انا مسامحاكي يا حبيبتي، بس انا عايزاك تبداي صفحه من اول وجديد. حاولي تتغيري يا لينا عشان نفسك يا حبيبتي. حاضر يا ماما، مع السلامة، هتوحشيني قوي. وانتي كمان هتوحشيني يا حبيبتي. باي باي. بنات انا اخيرا مش مصدقه ان لينا مشت وسابتنا. ايوه يا بنتي، احنا اصلا كنا بنستغلها. شفتي اصلا هي مغفله لدرجه ما كانتش حاسه ان احنا اصلا بنستغلها. هما ازاي بيتكلموا على صاحبتهم كده؟ قلتلك ابعدي عنهم، دول كلهم منافقين. ما سمعتيش اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ لينا عملت حادثة ورجعت تاني بعد ما قعدت في ايطاليا اسبوعين. بتهزر؟ ومفيش حد شافها خالص حتى اصحابها؟ يا سارة، ما انت عارفة ان هما كلهم منافقين. وبعدين في حد هيروح يشوف لينا؟ انت عارفة ان لينا اصلا مغرورة، مفيش حد بيحبها كمان. انا نفسي ما بحبهاش اصلا، محدش بيطقها في المدرسة كلها. لا لا، مش للدرجة دي عملت حادثة، انا لازم اروح ازورها. براحتك، في حد جاي يزورك يا لينا. هو في حد بيجي يشوفني اصلا؟ تقول انها صديقتك من المدرسة. صديقتي؟ غريبة، خليها تدخل. ازيك يا لينا؟ الف سلامة، انا اول ما عرفت جيتلك على طول. هو انتي ما توقعتهاش خالص بصراحة. بس يا لينا، مش معنى ان انا اتخانقت معاكي يبقى انا بكرهك. ايوه بس انتي جاية تشوفيني بعد كل اللي عملته فيكي؟ انا مسامحاكي يا لينا، انا اسفة على كل حاجة عملتها فيكي. بالمناسبة ما كانش قصدي اضايقك قوي كده على فكرة. مش مشكلة، المهم ان انتي تقومي بالسلامة دلوقتي. جبتلك هدية صغيرة. شكرا بجد، انا كل اصحابي محدش جا منهم. هو انتي عرفتي مكاني ازاي يا سارة؟ انا عرفت العنوان من مامتك، فجيت بنفسي عشان اطمن عليكي. وبالمناسبة ما تقربيش من اصحابك دول تاني لانهم مؤذيين، وطلعوا بيستغلوكي ومطلعين عليكي اشاعات في المدرسة. ما سألتيش نفسك ليه ما جوش وزاروكي؟ انا كنت عارفة، بس اعمل ايه، ما عنديش اصحاب. انا هبقى صديقتك يا لينا. بجد شكرا لك بجد من قلبي. العفو، ما تشكرنيش تاني بقى، احنا بقينا اصحاب. ودي يا جماعة كانت قصة لينا وسارة. اتعلمنا من القصة دي ان مش دايما الشخص بيكون من جواه وحش، وان مهما كان ما نتنمرش على حد تاني حتى لو مختلف عننا. لو عجبتكم القصة يا حلوين، ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب وتشاركوا الفيديو مع الناس اللي بتحبوهم. بحبكم جدا، باي.